النهارده انا قدام حلقه تاريخيه بالنسبه لي. ان هذه الشخصيه لازم تتحط مع عظماء مصر. لو عايز تعرف الزمن الجميل والله العظيم تحيا مصر. والله وحضرتك خدمت في الجيش. قلت له انا عايز اخش اتطوع فدائي وانا وحيد عيله. راح اتطوع لبلده وهو ملوش جيش، هو في كليه الهندسه، وراح دوشم وراح ما قالش لاهله. اللي يحب مصر يعمل اي حاجه. ما انت وقعت قلبهم برضه يا استاذ. وانا عارف بقى انا طفل. اختار الفن ومسرح الجامعه وبقى واحد من علامات الفن في مصر والثقافه. قال له انا عايز اسلم على فاروق قبل ما اسافر. قلت له مسافر فين؟ قال لي مسافر اسرائيل. ملحمه وحب. بقول لوالدي انا عايز اخش الاخوان. قال لي انت حر. حب بلا مقابل. المقابل بلدي تعيش في امان. الملك كان بيعمل اسوان في ميدان عابدين. كان الكابتن يحيى امام ابو كابتن حماده يعني هو كان من حرس الملك. كان سكرتير خاص النحاس باشا. اكتشف بقى فيك موهبه الرسم. فسقفوا لي. ويكتشفك الفنان ابو بكر عزت وتعمل مسرحيه صامته تكون هي دي البدايه. شخصيه ترتر بتاعتي قد ما فادتني قد ما ضرتني. على طول. الولاد ابتدوا يعايروهم. طيب يا عم طيب. يا صبري طيب. عمال مدبولي كان على فكره مش كوميديان بس. وده اللي نزل الدموع الحقيقيه. اهو كده. شكلي جيت على الجرح. الصدق صدق. نادية لطفي حب حياتك. بحبوها من قبل. وما زال هذا الحب في القلب. وفي قرار الفاتحه كل يوم. اسمه فاروق توفيق صالح مبارك محمد ابو الليل. ايه العظمه دي؟ ايفا فون اندرتيل. واضح كده ان انا معايا دونجوان كبير وفالنتينو خطير. لا لا لا. كانت هتلعب دي ابو فاروق. كل ما يجي يقولوا رايحين خياطه لهم فاروق. السناره غمزت. الحب مذله معاره. الحته دي لوحدها شائكه. ولا يرضى به الا فاروق الحمار. ضيفنا وضيفكم الفنان الكبير الفنان فاروق فلوكس.